3 افلام مصريه بجوده عالميه. رقم واحد، وهو مش جديد، هو فيلم حد سامع حاجه لرامز جلال. لو انت بجد عايز تشوف رامز جلال وهو بيمثل، وغالبا دي المره الوحيده اللي شفته فيها بيمثل، هو فيلم حد سامع حاجه من بطولته هو وماجد الكدواني. الفيلم انا بالنسبه لي فيلم لو كان اتعمل بناس اجانب كان هياخد اوسكار وياخد جوائز وياخد حاجات. الفيلم يعني حلو بشكل غير عادي. كوميديا موجود، ضرب وتنطيط واكشن موجود. الفيلم كمان في قصه حب. الفيلم كمان يعتبر دارك كوميدي، لان البطل مشتت نفسيا بشكل غير عادي، وبيسمع اصوات في دماغه. احيانا بيعمل حاجات هتشوفها في المشاهد دي خيال في دماغه، وبعد كده يفوق يلاقي نفسه ما عملش كده. بعد كده بيسمع الاصوات مبيبقاش عارف ده حقيقي ولا بيكذب. ففيلم فيه ميكس من شويه حاجات كده، كل حاجه فيهم ممكن نعملها فيلم اساسا يعني. رقم اتنين بالنسبه لي هو فيلم ادرينالين من بطوله خالد الصاوي وغادة عبد الرازق. الفيلم ده يا جدعان